السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدينا الأعزاء. كما عودناكم مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد عن الأحجار الكريمة وكذلك الأحجار النيزكية كما تشاهدون أمامي، وكذلك بعض التحف القديمة كما ستشاهدون في آخر الفيديو. مشاهدينا الكرام، هذه بعض الأحجار النيزكية التي تم التنقيب عليها في ضواحي مراكش كما تشاهدون أمامي هنا. للناس اللي عارفين الذكرى يعرفوا بأن هذا نيزك حر 100%. كما تشاهدون هناك أثر للثقوب في الحجر وكذلك لمعة وكذلك جذب للمغناطيس. هذه أفضل عينة وجدتها لحد الآن. شوفوا معي، نجرب عليها المغناطيس. قوي جدا المغناطيس. كما تشاهدون أول تجربة تنديرها على الأحجار ألا وهي المغناطة، يعني مغناطيس يلتصق هناك كمية قليلة من المغناطيس. هذا حجر كما تشاهدون في هذه الجهة لا يلتصق المغناطيس، وإنما هنا القليل من الحديد هنا. كما تشاهدون في الداخل عندما قطعته تم برد هذا المكان توجد لمعة داخل النيزك، داخل الحجرة. سأحاول توضيح الصورة قليلا. شوفوا معي، هناك لمعة والتصاق، يعني هذا نيزك 100%. وعندنا كذلك هذا الحجر ولكن ثقيل جدا. آثار كما تشاهدون هنا ثقوب هذه البصمات هي تدل على أنه حجر نيزك. ستشاهدون هنا بصمات واضحة جدا أنه نيزك لثقله، ولكن لا ينجذب للمغناطيس. كما تشاهدون لا ينجذب للمغناطيس. لم أقطعه بعد لأعرف ما بداخله، مازال ما قطعته باش نعرف اش كاين الداخل ديالو. وعندنا كذلك هذه العينة كذلك، هذه كما تشاهدون. هذا كما لا أعرف أي نوع، ولكنه نيزك. كما تشاهدون التصاق المغناطيس، يجذب المغناطيس. وكذلك هناك لمعة في الحجر. حجر نيزك، يعني لحد الآن عندنا 3 نيازك. وكذلك هذه القطعة الصغيرة هنا لا زالت لم أقم بعد بتنظيفها. تشاهدون هذه وجدتها بآلة تنقيب عن الأحجار السليمة. شوف أثر الاحتراق واضحة على الحجرة، وكذلك تنجذب للمغناطيس. شوفوا معي، تنجذب للمغناطيس. لحد الآن هنا 4 أحجار كما تشاهدون نيزكية هنا أنها لكم. شوفوا هنا وكذلك هنا أحجار. هذه الحجرة جميلة جدا، عجبتني. هذه فيها أثر الاحتراق وكذلك البصمة، ولكنها لا تنجذب للمغناطيس، قليلة المغناطة. أما هنا هذا الحجر ثقيل جدا، ثقيل، الكثافة ديالو كبيرة جدا، ولكنه عندما تم اختباره على السيراميك وعلى الأحجار الأخرى يطلق صباغة حمراء، يعني هذا هيماتيت. هذا وكذلك هيماتيت شكله شكل النيازك ولكنه هيماتيت. هذا كما تشاهدون هذا نحاس، معدن نحاس. هناك لمعة وثقل وبصمة، ولكنه لا ينجذب للمغناطيس، ليس فيه مغناطة.
يعني كامل الشروط كما تشاهدون أمامي. متوفرة هناك الثقوب موجودة، آثار اللمعة فيه، ولكن لا يلتصق بالمغناطيس، وكذلك يطلق صباغة حمراء، يعني هذا هيماتيت. هيماتيت حجر جميل جدا من الهيماتيت. كذلك هذا حجر هيماتيت. هاتين حجرتين مشكوكتين، ولكن لا ندري بعد. هذه فقط لديكور للزينة. شوف المربعات، سبحان الله العظيم. هذا من الطبيعة هي اللي درت هذا اسميتو، هذا الجمال وهذا الجمالية ديال هذه الحجرة، سبحان الله كما تشاهدون أمامي. نمر ندوز إن شاء الله تعالى ندوز الأحجار الكريمة. وهنا مجموعة جميلة ورائعة من الأحجار الكريمة. نبعد هذه إن شاء الله تعالى. هذا حجر كما تشاهدون أمامي مشاهدينا الكرام. كما تشاهدون هنا أحجار الكوارتز بجميع أشكالها الطبيعية جدا. هذه أحجار طبيعية، راه ماشي مصقولة ولا شي حاجة، هذا حجر طبيعي لقيناه في الطبيعة. شوفوا سبحان الله العظيم الأشكال. كاين هذا اللوع الشفاف، كاين هذا النوع الأخضر، النوع الأخضر تشوفوه موجود حتى هنايا. هذا ليس بحجر زكي. كاين البنفسجي كما تشاهدون أمامي. هذا بنفسجي، حجر الكوارتز، هو حجر مشع جدا، سبحان الله العظيم، مسقول بواحد الطريقة من الطبيعة. هذا خلق الله عز وجل، هذا خلق الله، سبحان الله. وكاين على هذا الشكل، وكذلك شكل جميل جدا مشاهدينا الكرام. ونرجعوا للنيازك الإخوان. الأغلبية ديال الناس تيسولوا فين تيبيعوا، فين تيتباع النيازك. أكبر مشكل اللي عندنا في البلاد هو البيع. يعني تتوفر كاع على الأحجار، يعني منقبين تيضربوا واحد التمارة أنهم يقلبوا على الأحجار وسميتو، لكن ما كاينش لحد الآن مازال ما كاينش اللي تعرفوش شي واحد اللي تيبيع، اللي تيشري هذا الأحجار. الشاري، يعني الشاري ما كاينش، ما عندناش الشاري في البلاد، خصوصا تهضر على المغرب ما فيه الشاري. تنضلوا نقلبوا على واحد العدد كبير ديال الاخوان والاصدقاء اللي تعرضوا عليا الاحجار ديالهم، ولكن مازال ما كاينش شي واحد اللي تيشري حقيقه هاد الاحجار. الا تعرفوا شي واحد انه يشتري هاد النيازك، مرحبا الاخوان. كاينين بزاف ديال الاصدقاء وديال الاخوان اللي في المملكه المغربيه اللي بغاو يبيعوا الاحجار ديالهم. يعني صراحه نتاسف لعدم وجود من يشتري الأحجار النيزكية، لأنها موجودة بكثرة وبعدد كبير من الأنواع. هنا كما تشوفوا معايا الإخوان بعض القطع النقدية اللي تم العثور عليها. مثلا هذه القطعة، نوريكم واحد القطعة نادرة جدا، هذه ديال المرابطين. هذه عملة ديال المرابطين. هذه عملة نحاسية مكتوب فيها لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. كانت مربعة الشكل، وهي قطعة من الفضة. هي فضية الشكل. وهادو ديال النجمة السداسية، راه معروفين في المملكة المغربية، وموجودين حتى في شمال إفريقيا. هاد تقريبا الأغلبية هادو شفتهم فيهم النجمة السداسية. هادو هادي حتى هي موجود فيها النجمة السداسية. هذه مشكوك فيها، مازال ما عرفناش. وعندي بعض القطع الفريدة من نوعها بحال هذه القطعة، وكذلك هذه وهذه وهذه، يعني هذو مشكوك فيهم. هل هما قطع ذهبية بحال هذه قطعة ذهبية، وكذلك قطعة ذهبية. هادو نحاسيتين. وهذه كذلك، هذه ماشي قطعة نقدية، ولكن هي من القراط، داكشي تضعف الأذن. هذا وكذلك هذا واحد القطع سبحان الله مكتوب فيها، ما عرفتش مكتوب فيها بالضبط، ولكن هي عملة قديمة جدا كما تشاهدون أمامي.
هادو هما العمال اللي لقيت لي نادرين جدا. وكذلك هاد العملة هذه، هاد القطعة ديال هذه ديال المرابطين، عندها تقريبا شي 850 سنة. هادو بعض القلائد القديمة مصنوعة من النحاس. هادو ديال النحاس اللي لقيناهم هادو قدام جدا، يعودون إلى المرابطين تا هما. بحال هذا الشكل تا هو. هاد القطعة ديال هذه عملة ديال الفضة كما تشاهدون. هذه ديال الفضة، وكذلك عملة فضية. هادو ما عرفت، المهم هذه ممكن أن تكون قيراط قديم جدا. مشاهدينا الكرام، إذا كنتم أول مرة تشاهدون قناة كنوز الطابعة، فلا تبخلوا علينا بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد إن شاء الله تعالى. وكذلك معلومات عن الأحجار الكريمة وأحجار نيزكية إن شاء الله تعالى. وكذلك عندما إن شاء الله تعالى يتم العثور على مشتري للنيازك، سأقوم بنشر فيديو إن شاء الله تعالى توضيحي ومهم لجميع المنقبين على صعيد المملكة المغربية إن شاء الله تعالى. مشاهدينا الكرام، تحية طيبة لكم، دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ولا تبخلوا علينا بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.